السيريه من اشهر اكلات اهالينا في السودان، وكان زمان مشهور بس في مكة، بس مع الوقت بدأ ينتشر في كل ارجاء المملكة. بس تفتكروا في مطاعم في الرياض بتقدم سريه قوي زي مكة؟ وعشان نجاوب على السؤال ده كنا لازم نيجي الحي الاشهر لاخواننا السودانيين في الرياض، اكيد في حي غبيره. الحي اللي كله عبارة عن مطاعم وكافيهات سودانية. ونبدأ بواحد من المطاعم المفضلة عندي، مطعم الجزيرة، وطلبنا منهم نفر سيريه دجاج ونفر سيريه لحم. ونبدأ بالدجاج. الدجاج كان طري، تتبيلته متوازنة وطعمه كان ممتاز، وسيريه اللحم برضو كانت تتبيلته جميلة ومستوي كويس وما بيشدش خالص، وبداية قوية بصراحة. بس احنا لسه محتاجين حد متخصص في السيريه، عشان انا بحب الشاي عندهم، بس طلبت طبق شاي. والشيا هنا من اقوى الحاجات اللي باكلها وبحبها عندهم، وطعم اللحمة وسواها هنا جميل جدا. من المطاعم المفضله عندي في حي غبيره. يلا على اللي بعده. الشباب دلونا على مطعم مستخبي في حواري غبيره كده، بيقولوا عليه افضل سيريه هنا. خلونا نروح. وده مطعم صغير وزحمه جدا وما فيهوش غير طاولتين، وما بيبيعش غير بس السيريه، وسعر النفر 14 ريال، وبينزل معاه خبز صامول، وبينزل لك طبق واحد كبير كده فيه ميكس سيريه لحمه مع دجاج، وتقلب الزبادي كده الاول مع البهارات وتضرب. وبصراحه السيريه كان طعمه خطير، سواه كان ممتاز قوي، ده غير ان تتبيلته كانت تحفه. مطعم شعبي صغير بس اكتشاف عظيم. مطعم صغير بس نينجا. ويلا بينا على اخر مطعم معانا النهارده، مطعم قمه السيريه، من المطاعم المشهوره والزحمه في غبيره برضه. وجبنا هنا برضه نفر سيريه لحم ونفر سيريه دجاج، والدجاج كان طعمه كويس وتتبيلته كويسه، وكذلك اللحم، حتى سواهم كان مظبوط. بس بعد ما اكلنا في المطعم اللي قبله حسيت ان انا هظلمه معايا، لكن للامانه الثلاث مطاعم بيقدموا سيريه قوي. وما دام جينا غبيره يبقى لازم نختمها بالجبنه السودانيه. ودي اشهر قهوه سودانيه، بس مش اي حد يقدر يشربها لانها تقيله وقويه وممكن تسهرك يوم كامل. قهوه تعدل الدماغ. ودي كانت جولتنا وسط اهالينا الطيبين في غبيره. اشوفكم على خير. سلام.